بس يا ريت يا جماعة ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم منا كل جديد. واللي بيشوفنا لأول مرة يا ريت يشوف فيديوهاتنا السابقة ويشرفنا بالاشتراك معنا في القناة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد ننتقل إلى الدار الثالثة من الدور الأربع، وكان كنا قد بدأنا منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا في هذه السلسلة من الدروس، وشرعنا في الحديث عن الدور الأربعة التي سيمر بها كل إنسان حتما لا محالة. وكانت الدار الأولى الحديث عن بطن الأم، الإنسان في بطن أمه وما يتعلق به من أحكام. والدار الثانية وهي الدار الدنيا والمراحل التي يمر بها في الحياة الدنيا. وذكرنا أن العلماء قالوا أربعة أسنان يمر بها أو 4 مراحل، وبعضهم قال 5، وشرحنا هذا. وختمنا الحديث عن الحياة الدنيا بختام يتناسب مع الدار الثالثة لاستقبالها، وهي البرزخ، دار البرزخ أو القبر. والإنسان لن ينتقل إلى هذه الدار الثالثة إلا إذا أفضى إلى الموت. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. وهذه الدار البرزخ أو القبر تتعلق به أحكام، وأحكامها لا تقاس على أحكام الدنيا، لأنها أمور غيبية لم يشاهدها أحد. ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي وكانت بمثابة المقدمة أن هذه الدار وهذه المسائل الغيبيات مدارها على السمع، مدارها على تلقي السمع، يسميها العلماء السمعيات. وعلشان ما تنحرفش وتقع فيما وقع فيه المنحرفون والضالون والملاحدة والزنادقة وأشباههم، لا تقحم العقل مطلقا في الحديث عن الغيبيات، لأن العقل لا يستطيع أن يتكلم عن شيء إلا إذا كان لديه علم مسبق. ليه؟ الإنسان منا يولد عالما أو جاهلا؟ الإنسان بيتولد عالم ولا جاهل؟ يولد جاهل ثم يتعلم، فكيف يتكلم في أشياء العقل لا يستوعبها وليس لديه علم بها؟ يقول لك الأول هات معلومات وبعدين أبدأ أتكلم بناء على هذه المعلومات. لا يكون الطبيب طبيبا إلا بعد دراسة الطب، وكذا المهندس إلا بعد دراسة الهندسة، وكذا في الحرف، الأعمال الحرفية. عمر ما يكون في أي حرفة من الحرف حتى يتلقاها أو يلقنها. والتلقين بيبقى عايز مدة طويلة، طول المدة والملازمة، وبتيجي الخبرة نتيجة كثرة الملازمة، كثرة العمل، كثرة التلقي. إذا كان هذا في أمور الحياة في الدنيا والعلوم الدنيوية، فالعلم الشرعي أولى بذلك. وفي جزء من العلم الشرعي اسمه الغيبيات. الغيبيات اللي بيسميها العلماء في الحديث عنها يسمونها بالسمعيات، يعني الحديث فيها وقبول الكلام فيها موقوف على ورود السمع، على ورود السمع. فالقبر الدار الثالثة لا ترتب أحكامها في الفهم كما يفعل في أمور الدنيا، لأن الأحكام في الدنيا عندنا بتنقسم لأقسام، ولعلنا تعرضنا لشيء من هذا باختصار. أما القبر لأننا لا نراه أو لا نرى ما يحدث بداخله، وحقيقة هذا الأمر هو داخل في الإيمان بالآخرة. في أركان الإيمان 6 ركن من أركان الإيمان وأن تؤمن بالآخرة.
والإيمان بالآخرة بيتكلم على الأمور اللي هندخل عليها بعد ما ننتهي من مسائل القبر. طيب الإيمان بالآخرة علشان توصل الآخرة لابد أن يفضي الإنسان بالموت إلى الآخرة، فهو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة. إذا فاضت روحه وصل إلى الآخرة، ثم يحاسب الحساب على ما بدر منه في الحياة الدنيا. طيب القبر والحديث عن القبر والحديث عن الآخرة والحديث عما فيها أو فيهما زي ما قلنا ده موكول أو موقوف في الحديث عنه على أمرين اثنين: إقرار وإمرار. يعني إيه؟ يرد الدليل الصحيح لابد أن يكون صحيحا، وأن يفهم فهما سليما يرد على السمع، لأن احنا برضو عندنا في سمعيات وفي عقليات وفي سمع وعقلي، احنا تطرقت إلى هذا بشبه الاختصار في الدرس الماضي. فالأول يأتيني الدليل من الكتاب أي القرآن أو من السنة النبوية الصحيحة، وبعدين أرتب على ذلك القبول، إقرار، أقبل هذا لأنه جاءني بالوحي عن طريق الوحي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أمرره ولا أخوض فيه خوضا يحار فيه العقل. وأنا أشرت في الدرس الماضي إن إحنا عندنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في عندنا محالات العقول ومحارات العقول ومدركات العقول. هذه ثلاثة أشياء إن فهمت أراحت واستراحت. محالات العقول يعني يقولون هذه الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها محالات أن يستحيل العقل أن يقبلها، مش موجودة في الإسلام. ما فيش حكم شرعي موجود في الإسلام سواء كان حكم عملي أو حكم عقدي أو حتى في السمعيات، ما فيش حكم في الإسلام مستحيل على العقل أن يتقبله، دي مش موجودة. وأنا أذكر يوما ناقشت جماعة من العلمانيين بعد سنة 2011، طلبوا المناقشة وكانوا عدد، هم جماعة من حملة الشهادات العليا والمثقفين على أنواع ثقافتهم، وأخذتهم كما يقولون أخذهم الإعجاب بأنفسهم. قال لك الإسلام ده ملوش علاقة بالحياة وفي أحكام كده العقل مش مستقبلها، فلا بد من مراجعة هذه الأحكام والشريعة مرة أخرى، يعني نعمل عملية تحديث يعني. فطلبوا النقاش، فذهبت وجلست معهم ووضعت نظاما للمناقشة، وظلت المناقشة لمدة 4 ساعات، واشترطت أن يتكلم المتكلم والبقية يسمع، أي حد يتكلم، ما حدش يقاطع أحد عشان نسمع أدب النقاش. وقلت لهم قولوا ما شئتم، لا حرج في أي كلام سيقال، بس في المقابل إذا بدأت الحديث تسمعوا، لأن أحيانا في ناس الجدل واخدها، أنت بتكلمه هو مش معاك، هو في دماغه رد وعايز يرد وسريع وخلاص. طب بس اصبر اسمع وسيصل إليك ما تريد، بعد ما انتهي الكلام إن لم يصل كلمني. وكل واحد معاه ورقة وقلم الاستدراك ده، سجل النقط اللي انت عايزها وأنا سأفعل ذلك. وظللنا في النقاش ل4 ساعات كاملة، بعدما دخلوا بهيبة يتعاظمون في أنفسهم ويتخيلون، خرجوا ناكسوا رؤوسهم، أي والله العظيم ناكسوا رؤوسهم، وقالوا إحنا طلعنا، هم قالوا لفظة يعني مش عايز أكررها، خلاصتها إحنا ما بنفهمش حاجة، بس شبهوا نفسهم بحاجة مش لا تليق يعني. طلعنا ما بنفهمش أي حاجة، كل حكم وكل مسألة قلت اعرضوا علي ما يضر وما تريدون في أي مسألة وأنا أعرضها على الشرع. إذا وجدتم أن الحكم العقل لا يقبله قولوا ما شئتم. فشيخ الإسلام أشار إلى هذه المسألة وهي مسألة محالات العقول، إشارة إلى أن هذه الشريعة لا يوجد فيها حكما شرعيا العقل يستحيل أن يقبله، واللي عايز يناقش في أي مسألة ما يرجع إن شاء الله يفكر ويجيب اللي في دماغه يجي.
مفيش في الإسلام حكم العقل مستحيل يقبله. هتفهم ده في اللي بعدها. دي اسمها ايه؟ محالات العقول. الثانية محارات العقول. هل يوجد في الإسلام محارات العقول؟ نعم. يعني ايه محارات العقول؟ يعني العقل يحار في فهمها لحد ما تبدأ تعلمه وتديله معلومات يبدأ يقبل. دي اسمها ايه؟ محارات. ويمكن بعض اللي بيسموا نفسهم مفكرين في هذا الزمان وقبل ذلك منهم اللي وصل لمرحلة في حياته إلى الشك في الله والشك في أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك عمل ايه؟ أنا مش عايز أسمي يعني. وصنف كتابا سماه رحلتي من الشك إلى اليقين. بعد ذلك بعد ما رجع الإسلام مرة أخرى، لأنه أقحم عقله في البداية في أمور العقل لا يستوعبها، وأراد أن يفسرها تفسيرا عقليا بحتا. هيفسرها إزاي وما عندوش معلومة؟ كيف يفهمه وما عندوش معلومة سابقة؟ هات معلومة وأنا أتكلم. ولذلك حتى ما بنيجي العيل الصغير اما نيجي نسأله عن ألف ب بنعمل ايه قبلها؟ يخش الأول حضانة ونقعد نلقنه ألف، ونقعد نلقنه ألف، قول ألف، والواد عما يقولها يطلع مصارينك ألف، قول يا ولد. وبعد كده يقوم كاتبها له على السبورة. مرة يقول له شايف العصاية دي وشايف العصفورة اللي عليه، يقعد يبدع في إنه بس يوصل له حرف الألف ده بس عشان يوصل حرف الألف. ب، قول ورايا باء، طبق، وتحته ايه؟ وتحته تفاح، تحته نقطة، تحته أي حاجة تفلق الدماغ اللي اسمها لما تشوف المنظر ده اسمه باء تاء. بعد ما يلقن هذا على مدة على مدار أشهر بقى كده تقول له ايه؟ اكتب لي حرف الباء. قبل ذلك كان يعرف. فلازم العقل تصل معلومات عشان يجيب على قدر ما عرف. دي طبيعة العقل. ففي الإسلام لا توجد محالات العقول، لكن محارات موجود. ايه سبب الحيرة فيها؟ اللي ما عندوش معلومة، عايز يتعلمها كويس وفهمها بعدين. يعني مثلا الأحكام عندنا في الشريعة بعيد بقى عن مسألة السمعيات، عندنا في أحكام زي ما قلنا قبل كده أحكام معللة. كلام تقيل ولا حاجة يا جماعة؟ ولا مفهوم؟ اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، انا ارجع تاني ما عنديش مشكله. بس استحملوا النهارده واحد من امبارح ربنا اللي عالم بيه يعني. انا كنتش هاجي بس قلت عشان الناس جايه، ما صلى الله يجعله في ميزان حسنات وحسنات. شكلك مش فاهم يا بلال. طب مش ترد عليا يا بلال؟ ولا انت ولا اللي ما بيطلعش الكلمه بسهوله؟ طيب شكلك مش هتجيبها لبره. قول يا شيخ. ما تعملش كده. انت كده عملت ايه؟ شبهت وكيفت، ودي ما نعرفهاش، ما دي السمعيات. هو قال ازاي؟ ما اعرفش. دي اسمها ايه؟ اقرار. ثبت النص قالك ما قول لي ازاي مرره، مالكش فيه لانك ما شفتوش، ما عندكش معلومات عنده. فيبقى ده اللي انا عمال اكد عليه من ساعتها. شغلك في السمعيات والغيبيات شغل ايه؟ ورود الدليل بس. شغلتي كده ان الدليل يثبت، انتهى الموضوع بالنسبه لي. ماليش اي دخل تاني خالص، اي صفه اخرى لا خالص. لان مجرد ما ابدا ادور هلاقي نفسي العقل طار مني، لان انا مش عارف اوصل، ومستحيل الوصول لان العقل ما راى. واضح؟ فانا عندي احكام تعبديه محضه. ده في الاحكام الشرعيه. يعني ايه تعبديه محضه؟ ده في درس الاربعه عرفنا الكلام ده، اللي هي ايه؟ الشرع جاء بها تاخذها كما جاءت، ملهاش عله، ملهاش سبب. ركز، ملهاش عله. يعني ليه؟ ما اعرفش. هو قال لي كده
ملهاش سبب. طب السبب ايه؟ برضه ما اعرفش، خد بالك، لكن في حكمة. طب الحكمة ايه؟ دي بقى اللي اجتهد فيها العلماء، ده شغل اجتهاد. لكن انت عرفت الحكمة وما عرفتش، هتعمل ايه؟ ما عنديش حاجة تانية غير التنفيذ. طب دي جت النوع ده من الأحكام جه ليه؟ عشان يميز الناس من بعضها، اللي هي ممكن تنزل تحت الآية يعني، وإن لم يكن هي مباشر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هو أنت بتعبد ربنا بمزاجك؟ يعني ما يجي لك حكم على كيفك أهلا وسهلا، مش على كيفك لا. طب سيدنا إبراهيم قال الحكم لو خدناه بالعقل، الحكم ده إيه؟ ما يخش الدماغ، نفذ إيه؟ لو عرضته على العقل المجرد حاجة غير مقبولة عقلا. شوف العقل لما يتدخل ايه بقى فايدة ان واحد يذبح ابنه؟ ما ده اللي حصل اعتراض عند الزنادقة في الحتة دي، وطلع بقى ابو بطن بكرش طالع ده وقعد يقول لك لا الكلام ده ده قرآن يا ابني، قرآن يا ابني، انت بتتكلم ازاي؟ لانه قاس على ايه؟ على كرش عقله. يا راجل يا ريته كان قاس على عقله. فالعقل ما عندوش اكتر من حدود معينة، لذلك عشان يستقيم الأمر ما تلاقيش ما حصلش جدل من إبراهيم، مش كده لا، ولا من إسماعيل، مع إن سيدنا إسماعيل كان من حقه يسأل لو اتكلم بالعقل. طبعا ده مش بقول لك اعترض، لا ده أنا بقول لك أنا هنا أقرر أمور كان من حقه يسأل، لأن العقوبة مرتبة على إيه؟ العقوبة مرتبة على إيه؟ على فعل جريمة، مش كده ولا لا؟ لو حاسبت على حد من غير جريمة ما تجيش، يبقى ده ظلم ولا لا؟ يدخل في الظلم، إلا أن الله عز وجل له الكمال في العدل، منزه عن كل ظلم. الخلق خلقه يفعل معه ما يشاء، يتصرف في ملكه ولا لا؟ لا يسأل عما يفعل ما يسأل، ما حدش يقدر يقول انت بتعمل ايه؟ لذلك سيدنا يونس اذبح، قال له كلمتين اتنين، حتى ما بررلوش. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما قالوش لا عملت إيه ولا عمل، لأن مش هيلاقي حاجة يقولها، خصوصا إن سيدنا إسماعيل ولد حليم، يعني حتى ما عندوش غلطة. ولا هيقول له طب ده يتعمل في إيه؟ الولد قال له إيه؟ العجيب إن الولد سيدنا إسماعيل لم يضطرب. الكلام نفسه اللي يسمعه ده ممكن ياخد نفسه ويجري يطلع على الكرة الأرضية. يا عم تقول ايه؟ يطلع ما يشوفوش تاني، ما عرفكش العمر كله. لم يضطرب ولم يهتز ولم يناقش. قال له ايه يا اب؟ ليه قال له يا ابا تفعل ما تؤمر؟ لانه حكم جاي له من عند ربنا، وهما في الحكم سواء. هتبقى هنا ما فيش عله ولا سبب، مش عله ولا سبب. وإن كان الشيخ ابن القيم قال كلمة كده نبقى نقولها بعدين، إلا إنك لما تبص في هذا النطاق هتلاقي لما أجي أتكلم أنا فيها من الوجهة الشرعية، العلة والسبب هي نفس الحكم. لو أتكلم أنا كلام صح علمي بقى شرع بقى، العلة والسبب هي نفس إيه؟ نفس الحكم نفسه. ذلك لما أمنا عائشة ذكرت حديث النبي أو سئلت عن لماذا لا تقضي الحائض الصوم، لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بس فجعلت العلة هي نفس الحكم الشرعي، ما عندناش أكتر من كده. هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. كده الإنسان عقله يرتاح. ومسح الخف من أعلى، مسائل كتيرة في هذا الباب واحنا شرحناها. أنا ضربت على 24 مثال، 24 مثال في هذه المسألة. قبل ذلك لما سيدنا علي لما سئل قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ده لو تعرضه على عقلك ليه؟ أنا بمشي من تحت مش من فوق. فقال لك دي أحكام اسمها أحكام تعبدية محضة، لا دخل لنقاش العقل فيها. يدور على الحكمة مش عارف ايه، بس لكن أكتر من كده مفيش. عشان يظهر هل أنت تتقرب وتتعبد لربك ومولاك بما يحبه ويرضاه، ولا بما تراه وتهواه؟ بما يبقى خلاص مش بيقول لك. لكن تخش بقى العالم، هو إبليس عمل ايه؟
ناقش وقايس وضرب المثال. اسجدوا لآدم قال أنا خير منه. خدتها منين دي؟ خير منه فين؟ عندك ولا عند ربنا؟ لو عندك ده كبر وغرور، لأنك أنت قست نفسك بنفسك، أكيد في غيرك أفضل منك كتير. طب لو قلت عند ربنا وما يدريك، قل أنتم أعلم أم الله، وهل أخبرك الله بذلك؟ فأنت كذاب على أي حال يا إبليس. فالأحكام التعبدية المحضة اللي ملهاش علل بيسمى العلماء غير معقولة المعنى، غير معللة. زي ما ضربنا مثال في درس يوم الأربع، درس الفقه، الموضع الفرج بيطلع منه كم حاجة؟ البول، المذي، الودي، والمني. دول 4 حاجات بيطلعوا من القبل، من فرج الرجل. وكذلك عند المرء من القبل، يعني من كان المرأة عندها موضع مخرج ثالث. طيب البول نجس ولا طاهر؟ نجاسته دي احنا عرفناها ازاي؟ هل دي مسألة عقلية؟ هي مسألة عقلية؟ ده الأصل الطهارة حتى يأتي دليل بالنجاسة. مش لو شكينا في حاجة انها ترى نجسة بنرجع نقول ايه؟ لا الأصل معاك دليل بنجاستها، لا يبقى الأصل طاهرة، وإلا هنضيق على نفسنا. هكذا تحكيم الشرع. طب المذي عرفنا وصفه في يوم الأربع بيبقى هو ايه بالظبط وموضوع ايه، وعرفنا انه نجس. والودي عرفنا وصفه وسببه وعرفنا انه نجس. والثلاثة دول الحكم فيهم ايه؟ الاستنجاء وغسل ما أصاب البدن أو الثياب، مش كده؟ لا، وتوضى. تعال بقى الصنف الرابع، النوع الرابع، المني. المني طاهر، هو طالع من نفس المخرج، طالع من نفس المخرج. مش المفترض طالع من نفس المكان ينسحب عليه الحكم؟ هي الموضوع مش مزاج، مش انت اللي هتقول ولا اللي اقول ولا الثالث يقول. اللي يقول مين؟ من يشرع الاحكام. هو قال لك ده طاهر يبقى طاهر، قال لك ده نجس يبقى نجس. طيب انت قلت لي في النجس اتوضى، استنجى واتوضى. طب لما يخرج المني يعمل ايه وهو طاهر بقى؟ ما جيش شميته خالص بقى، لا استنجاء ولا حتى وضوء، ما هو طاهر. قال لك لا، ده انت لازم تستحمى. انتوا هتضربوا دماغنا ولا ايه؟ يعني انا استحمى من السائل الطاهر واتوضا من السائل النجس؟ احنا قلنا بقى ده تعبدي محض، مالكش فيه، مالكش فيه. اشمعنى صلاة الفجر ركعتين تحت اي مقياس تتقاس؟ اشمعنى صلاة الظهر 4 والعصر 4؟ اشمعنى المغرب 3؟ اشمعنى العشاء 4؟ هي جايه بالمقياس ده ليه؟ يعني بالوزن ده ليه؟ انت عبد لله، انت هتروح تقول له ليه؟ طب اشمعنى هذا ميقات الفجر وانا نايم في عيد؟ يا اخي بيجي لك وانت ايه لما النوم يبقى احسن من الليل كله. صحيان الفجر ده لوحده سبحانك يا رب، احسن فتره تنام فيها الفجر. يقول لك قوم سيب الفراش وقوم، لا ويوجب عليك، وإن لم تفعل يبقى من أسباب عذاب القبر. هيجي معانا الكلام ده واحنا بنتكلم على موضوع القبر وأحكامه. طب الظهر في الوقت ده ليه؟ حد عنده حاجة يقنعنا بيها؟ طب العصر في الوقت ده ليه؟ لا شك ان الله عز وجل يشرع لحكم، بس انا اعرف او ما اعرفش، مش هي دي القضيه. العبوديه والتسليم قايمه على ايه؟ تنفيذ امر الله سواء فهمته او لم تفهم. ما دام ده ثبت انه ايه؟ انه حكم شرعي ملوش علاقه خالص ابدا. دي اسمها ايه؟ عبادات ايه؟ تعبديه محضه. دي لا يدخلها القياس. لما تدرس بقى في الفقه واصول الفقه الحاجات دي تريحك بقى، العلم ده ريحك. تعال بقى الاحكام المعلله. معلله يعني ايه؟ يعني حرام. ليه؟ عشان كذا. ده بيعمل فيك ايه؟ يا اخي كده يا اخي ريحتين الله يهديك، ماشي في الكلام الحلو. طب اللي قبل كده ما ارتحتش ليه؟ اصل انا مش عارف امشي معاه ازاي. يبقى حلها تعمل ايه؟ خدها زي ما هي. الخمر حرام ليه؟
اي واحد لو حتى لو كافر وعرفته هيقول لي، لو ما قالش حتى حرام هيقول لا هي سيئة، لو ما عندوش حرام وحلال بقى. بس لو سألته عن الخمر سيئة ولا حسنة، قبيحة ولا طيبة، يقول ايه؟ لا 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 لا. ليه؟ بتعمل ايه؟ اقل شيء فيها بتذهب العقل، ولو العقل ذا بيحصل ايه؟ ما من شر الا ويقع من شارب الخمر، وعليه شر المخدرات. انتوا شايفين اللي حوادث القتل جايه منين؟ حوادث الاغتصاب وصلت ان في ناس بتقطع الرقبه ومش بقى في الشارع زي الحادث شفتوها. سببها ايه؟ هل ده شيء يفعل والانسان معه عقله؟ امر مستحيل. ده بيحصل في حاله اما وصل لحاله من الجنون او الغضب الشديد ده جاوز الحد، او في ده شيء غير طبيعي. ده اسمه حكم معلل له عله او له سبب وهكذا. عايز تقول حاجه اتفضل. حضرتك الحكم اللي قبله اللي هو لو انت دورت على العله او الحكمه دي فيها ذنب ولا حاجه؟ لا لا لا، بس هو بيقول لو انا دورت في الحكم اللي احنا قلناه وحبيت ادور على عله او حكمه، ندور على حكم. الحكم دي بيشتغل فيها العلماء ويجتهدوا، بس بين عالم وبين من لم يصل. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. دي العلماء بيختلفوا في المستوى ده، مش كلهم زي بعض. والعلماء صنفوا التصانيف في هذا الباب. يعني ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، هذا كتاب رائع، 4 مجلدات رائع في هذا الباب أو في كثير من هذا الباب، هذا أحدها. لكن بقى تعالى العلة، أنا دورت ومن حق أدور ماشي، لكن القضية كلها إيه؟ إن لم أصل إلى علة للحكم أعمل إيه؟ خلص الموضوع انتهى. ليه بقى؟ لأن أنت في دراسة أصول الفقه لو إذا وجدت علة ممكن تقيس عليه أحكام تانية. إذا ثبتت أن العلة دي موجودة في حاجة تانية يبقى الاثنين يتقاسوا على بعض. يقاس الفرع على الأصل لاشتراكهما في علة الحكم. أنا مش عايز أخوض فيه دلوقتي عشان أرجع أصل الموضوع، ودي بقى مدارها وإحنا بنتكلم على في دروس الفقه إن شاء الله. وضحت؟ فمسألة السمعيات من هذا الباب، احنا كنا بنتكلم في الأصل على إيه؟ لا، أنا اتكلمت على هذه المسائل ليه؟ أنا ضربت الأمثلة دي ليه؟ كنت بتكلم عليها أصلا؟ ها؟ محالات العقول ده الموضوع الأساسي، ما تشرطش، لأن أنت لو شرطت باظت عندك الدنيا. محالات العقول ومحارات العقول. وضحت؟ فالشرع فيه محالات، يعني ما يستحيل على العقل قبوله مش فهمه. لا، هل في الشرع في حاجة مستحيل العقل يقبلها؟ ها؟ في الشرع بتاعنا في الإسلام في حاجة يستحيل على العقل أن يقبلها؟ لا، بالأمثلة هتعرف. طيب هل في الشرع عندنا أشياء كنا بنقول عليها إيه؟ ها؟ محارات، احفظها كده. هل في حاجات العقل يحار فيها؟ هو يحار، بس عايز اللي يفهمه. التالتة بقى مدركات العقول، يعني أشياء العقل يدركها سريع، ودي في الإسلام كتير. حكم شرعي يقول لك العقل يدركه ازاي، وتلاقيه ويمخمخ يقول لك ده الإسلام ده دين عظيم يا أخي. أما الإسلام أنت كنت مش واخد دماغك مفستكة خالص، بعد ما فهم يقول لك ده الإسلام ده دين عظيم ملوش مثل ملوش زي. أما الإسلام إمتى حصل الكلام ده؟ لما العقل أدرك واستوعب، أم مسلم وفهم وقال لك يلا احنا في الإسلام ده، احنا شايل الإسلام على كتافنا. هنا بقى لما تيجي في موضوع القبر هيدخل فيه محالات ولا محارات ولا مدركات؟ يدخل في المحارات والمدركات، لكن محالات لا، هو أمر غيبي. وعشان تعرف تشتغل فيه وتعرف تصل فيه الحل هيبقى مطلوب منك حاجتين ما تطلعش عنهم، عشان لو حصل اتناقشت مع أي حد في يوم من الأيام واتكلم معاك لازم تبقى عندك وعي، ما تخليش حد يقعد يفحر في دماغه خلاص. هل القبر مسألة على قياس العقل؟ ملهاش علاقة كده خالص، دي العقل عايز يعرف ويجي، فعلشان يعرف ويسلم
هيبقى شغله في انه اذا ثبت النص والدليل هاخده احطه على دماغي ويقول لي على دماغي من فوق، وبعد ما اخده اقر به. يبقى المساله في السماعات متوقفه على ثبوت النص، ثبوت الدليل. العقل ياخده وبعدين يتعامل معاه ازاي؟ آمنت بالله ورسوله، آمنا به كل من عند ربنا. يعدي كده، ياخده يعديه، لو وقف دماغه يضرب، وخصوصا اذا ما كانش عالم. يبقى مساله السمعيات اللي هي الغيبيات عايزه مننا ايه؟ قانونين اتنين بس. معايا يا حاج شعبان؟ قانونين اتنين بس. ها؟ احفظ. لا انا بتكلم على السمعيات بقى، الثلاث احكام انت عرفتهم احفظهم بنفسك. مساله السمعيات الغيبيات عشان تتعامل معاها عايزه منك ايه؟ حاجتين اتنين بس، مالهاش تالت. هي ايه؟ اقرار وامرار. فيجوا احنا بنتكلم على القبر، المطلوب واحنا بنتكلم ايه؟ اللي هتقوله يا شيخ اثبته بالدليل. لو ما جبتش عليه دليل ما اقدرش، انا مش مطلوب مني اقبله. مش هتقول لي ايه؟ اقنعني. القناعه عندك بان النص يثبت بس. اذا ورد النص كده خلاص العقل قبل، انتهى الموضوع. هنتعامل ازاي؟ مرره بقى، خده وامشي عليه وتعامل بيه عشان تصل الى الله سالم. وضحت كده؟ صعبه؟ ها؟ ماشي. يبقى شغلنا هنعمل ايه؟ شغلنا هنعمل ايه؟ باكد اهو، شغلنا هنعمل ايه؟ في مساله السمعيات اللي هتبقى منها القبر والاخره، شغلتك فيها ايه؟ يجي النصوص نقر بها بس تكون صحيحه. ما بش انا ماليش شغل فيها خالص كانسان، حتى لو اعلم اهل الارض مالوش شغل فيها، لانه يبحث عن النصوص ويبحث عن صحه النصوص وفهم النصوص فهم سليم، ويبدا ايه؟ ثبت النص بذلك. كمل بقى. يبقى القبر احكام. اول حاجه هنبدا بيها دلوقتي وهي مساله رحله الروح الى السماء بعد نزعها. رحله الروح الى السماء بعد نزعها تعمل فيها ايه؟ شفتها؟ اثبت اللي انت هتقوله، ان الروح بتصعد الى السماء. اصل انا مش انا اللي واخدها وطالع، ومش انا اللي خالقها، استغفر الله، ولا انا اللي بمشيها، انا ماليش فيها، انا هيقول لي اعمل ايه. فاحنا النصوص جت بان الروح تصعد الى السماء في رحلتها، وبعد ما تصعد اللي يجرى والله ده متوقف، يقول لنا وانا مؤمن بهذا. واللي بيخلينا النهارده بنسعى قدر المستطاع في الاجتهاد في العباده والاستغفار من الذنب عشان ما نخشش الحفره نتبهدل. ولما تنزع الارواح تطلع بشكل خفيف لا نؤذى. يبقى هم عايزين يبوظوا الحته دي في دماغ المسلمين وفي دماغ الشباب بالذات. عشان ايه؟ عشان يعيش في الدنيا زي ما بيقولوا كده بالبلدي سبهلله. تيجي تقول الامر ايه يا عم؟ عذاب ايه بتاع ايه؟ ده بيخوفوك بالكلام ده. ايه اللي يترتب على انكار هذا الامر؟ لا بناء الكفر، الفساد. يبقى يعبس زي اللي هو عايزه يعمل ده. طب يا اخي لو حتى ده مش موجود، مش في يوم قيامه، خلي ما فيش قبر، خلي ما فيش الكلام ده كله، مش هتروح لربنا يوم القيامه. لا ممكن يقول لك انا هنكر ده، بعضهم يقول لك كده، لكن القيامه موجود. طيب ما تعمل يوم القيامه يعني حتى عديت من القبر، ما انت هتروح تتحاسب. يبقى انت في كلا الامرين ايه؟ كلا الحالتين تجهز نفسك. والقبر ما هو الا قنطره للاخره. القبر ايه؟ قنطره عشان توديك للاخره. هي المسافه بين الدنيا والاخره، وهيجي التفصيل ده ان شاء الله بعدين. يبقى هنتكلم عن رحله الروح الى السماء بعدما تنزع من البدن. بتنزع ازاي؟ كيف تنزع الروح؟ إذا جت في نصوص في طريقة النزع تتقال، ما جاتش فنصدقها ونؤمن بها كما جاءت ونمررها. لكن لا شك الروح ايه؟ تنزع من البدن. لأن احنا قلنا قبل كده، قلنا الموت وايه؟ ايه معنى الموت؟ طبعا إلى الآن العلماء ما يعرفوش يحددوا هو الموت، حقيقة الموت ما حدش يعرفها. حد يعرف؟ لحد النهارده بيعملوا ابحاث في الكلام ده، وبيحاولوا يعملوا تصوير للبدن والروح بتطلع منها،
بالأشعة اللي بتبين ازاي البني ادم بيبدا بيحس ان حاجه بتطلع منه فجاه كده وبيخف، وزنه بيخف. لما الانسان بيموت بيبقى وزنه زي هو صاحي، تحس ان الروح كانت شايلاه، مش كده ولا لا؟ طول ما هو صاحي الروح شايلاه، لانه بيساعدك في الايمان والاعداء. لما نخش على حد مثلا ميت هو جسمه بدين شويه، بيتعبنا ولا بيتعبناش؟ بيتعبنا، شيل اعمل سوي، ما هو ما عادش له سيطره على نفسه، فبقى الجسم كتله. الروح لها كثافه عامله ايه؟ مخلاه بيتحرك. ساعدني بس، ساعدني حتى لو تعبان، بس ساعدني، اعمل معايا اي حاجه، اتحرك بس كده. فالروح هتنزع وتصعد الى السماء. عن ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم، هنبدا هو ده الايه النصوص اللي تيجي نقر بها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان. كل ده احنا شايفينه؟ لا شفنا ولا نعرف. قال: اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. يعملوا بقى ايه؟ ياخدوها ويطلعوا. قال حماد احد رواة حديث ابي هريره في صحيح مسلم: فذكر من طيب ريحها، يعني طلعوا ريحتها ايه؟ طيبه، اللي هي روح مين؟ المؤمن، دي علامه انها مؤمن. قال: وذكر المسك. قال: ويقول اهل السماء: روح طيبه جاءت من قبل الارض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين، فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. الآخر الأجل يعني ترجع تاني للأرض لحد ما تيجي القيامة تقوم، ويبدأ تبعث الأرواح أو الأجساد، ويحصل النشور بعد البعث. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنيا. التفصيل ده جاء في حديث طويل، في حديث البراء بن عازب بتفصيل أكتر. قال حماد: وذكر من نتنيا. يبقى الروح الطيبة ريحتها طيبة كالمسك. روح الكافر طيب، هو الروح لها جرم جسد وحد بيشوفها، إلا أنه ذكر من طيب ريح المؤمن، روح المؤمن، ونتن ريح روح الكافر عياذا بالله. وده معناه ايه؟ اشاره من بدايه كده على طول ان ده منعم وده هالك. هذه اشاره على طول، مقدمات واضحه. قال: فينطلق به الى ربه عز وجل. قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر لعنا، يعني يلعنها اهل، كل ما تعدى على حد يلعنها عياذا بالله. ويقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب التكريم، والحديث ده هنذكره بطول وبتفصيله مهم جدا، يعني التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده. حديث البراء بن عازب حديث جميل جدا، وفيه وقفاته وتفاصيل جميلة. إن روح المؤمن الملائكة بتتلقفها وتكرمها، بخلاف روح الكافر عياذا بالله. صلى الله أن يجعل أرواحنا مؤمنة. قال: حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح الطيبة، وتفتح له أبواب السماء، وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجنة. هل دي مسألة تتصور؟ العقل ممكن يتصورها؟ إن روح تجعل في حنوط من الجنة وكفن من الجنة؟ لكن العقل شغله هنا ايه؟ يقبل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: تخرج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك، ثم تأخذها الملائكة في رحلة علوية كريمة، وتفتح لها أبواب السماء باب. طب احنا حد شاف السماء وشاف الأبواب؟ إنما نؤمن كما جاءت. قال: أما الروح الخبيثة فتلعنها ملائكة السماء عند خروجها، وتغلق أبواب السماء دونها، ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن على باب، يعني كل باب من أبواب السماء عليه فريق من الملائكة تدعو،
ألا تعرج من قبلهم، يقول له روح في سكة تانية مش هتطلع من هنا، لخبثها ونتنها وسوئها، ممنوع تطلع من عندنا. قال ألا تعرج من قبلهم وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن من النار وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن، ويعرج بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، زي ما ربنا قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فتلقى روحه من شاهق. ففي حديث البراء بن عازب الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ، قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. أنت متخيل هذه الروح الطيبة من إكرام الله لها كما بذلت في الحياة، تصلي عليها جميع ملائكة السماء والأرض وملائكة السماء، دول لوحدهم ودول إيه بهذه الجملة. قال وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج من قبلهم، فإذا أخذها اللي هو ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط اللي هو من الجنة. قال فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني الملائكة، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. كل ما يعدوا في مكان في ملائكة في السماء يتساءلون إيه سبب السؤال؟ هذه رائحة غير معهودة، هذه رائحة غير معهودة، مين اللي طالع بالريحة ده؟ من صاحب هذه الرائحة الطيبة؟ يعني صلى الله نجعلنا وإياكم كذلك. كل الملائكة اللي معدية كله بيسأل لشرفها على الله عز وجل ولإكرامها، فتقول هذه الملائكة ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا. يبقى الإنسان هيتسمى باسم أمه ولا أبوه؟ اسم أبوه مش اسم أمه. يقول لك عشان الفضيحة، هذا كلام غير صحيح. فلان ابن فلان. فضل. هيجي كل حاجة تيجي معنا، مش عايزين نستعجل الأحداث. قال فينادى بأحسن أسماء التي كان يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له لأول سنة. الملائكة اللي شايل الروح بتستأذن أنها تمر. قال فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها زفة. يعني بس مش بيصلي عليها الأرض وخلاص من البشر، لا ده كمان الملائكة بتطلع ايه؟ طلع. تخيل ان من كل نوع من الملائكة كل المقربين في كل سماء هم الذين يشيعونه، مش اي ملائكة، وهذا لإكرامه او لكرمه على الله. ها؟ طبعا في كل حاجة، في كل حاجة. النعيم درجات كما أن الجحيم دركات. النعيم يعني الجنة درجات لا يستوون. امال ايه؟ طبعا لا شك، لكن يكفي ان اذا كان على الايمان، ما اهم حاجة يا جماعة ان الانسان يموت على الايمان والتوحيد، ده اهم شيء. صلى الله يتوفانا على دينه حتى نلقاه. قال حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيع من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السبع، يوصل بقى إيه؟ إلى آخر السماء. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال
خلص أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ده كله قبول متوقف إن الرسول قاله عليه الصلاة والسلام، وإحنا كله ما شفناهوش، إنما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح الخبيثة التي نزعت من الكافر أو الفاجر، فقال عنها بعد نزعها: فيلعنها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. يعني ما يسيبوش في يده، ياخدوها على طول يشقطوها. ليه؟ عشان بقى الكفن والحموق من جهنم والعياذ بالله. يبقى العذاب بادئ من بدري صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يجعلوها في تلك المسوح، انه نسيج من الشعر كده اللي بتلف من البدن، يعني حاجه تجيب الايه، يتخيل كده واحد يتلف في صوف مع شده الحر، نسال الله العافيه. قال: ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة. فضيحة من بداية كده، فضيحة. الأولاني إيه؟ إكرام من بدري، وإذا من الأول فضيحة. ما هذه الروح الخبيثة؟ قال: فيقول أو يقولون: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وهذا من كمال عدل الله. قال: حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له أو فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. قال: ثم يقول: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، يعني يقذف من السماء، مش بينزل بيه زي الروح التاني نازل زي ما طلع بينزل، لا يقذف، والعذاب باين من أوله، هذا مصيره باين من أوله، صلى الله العافية. قال: حتى تقع في جسد. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه إلى جسده. قال: وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة. يبقى على أي حال اللي بيموت بتحضره الإيه؟ الملائكة، لكن هتتعامل مع الصالح غير الطالح، كما قال عز وجل: يضربون وجوههم وأدبرهم، وبيسحبوا روح، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد. يبقى كل اللي جاي تابع لإيه؟ تابع لحياتك الدنيا، هنا الأثر اللي هيتبعك بعد ذلك. قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال: اخرجي. الملائكة جاية تسحب الروح بقى ايه؟ لما يبقى صالح تقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. بيسحبوها ازاي بقى؟ حاجة الله صلى الله أن يجعلنا كذلك، تسحب كده طيبة بلا ألم بلا أوجاع، يسحبها بالراحة، لأن النزع يا جماعة أصلا طبيعة النزع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن للموت لسكرات، ولو لم يكن في الموت إلا السكرات لكان كافية. يعني الموت ما فيهوش، بس لو لم يكن في الموت مصيبة إلا معاينة السكرات، غير بقى معاينة ملائكة الموت، غير إنه بيرى مقعده في الجنة والنار، لو بس معاينة السكرات هذه كافية. فيجي الروح الطيبة تخرج بلين، الملائكة بترفق بيها لأنها تستحق الرفق.
قال فتقول لها اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج بالإيه؟ بالهوادة بالراحة حتى تخرج. قال ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ ايه الروح اللي حتة جميلة دي، مين دي اللي انتوا جايبينها وطالعين بيها؟ فيقال من هذا؟ فيقول فلان، فيقال مرحبا. الملائكة بتعمل ايه؟ ده حاجة والله في غاية الجمال، والله أسأل الله يختم لكم بخير. فتقول له مرحبا، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح. تاني كل ما تعدي على ملائكة تعمل نفس الكلام، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. تفضل كل سماء فيها ملائكة، كل الملائكة بقى اللي موجودة ايه؟ بترحب بهذه الروح الطيبة. بالنسبة للروح الخبيثة، يعني كلمة نزل بيبقى فيه قوم. أيوه، يعني روح الخبيثة قوم ما هو لأنها عارفة رايحة فين. قال ليس المراد أن السماء تحوي الله عز وجل وتحصره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله فوق سماواته بائن من خلقه. قد قال الحق في كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض. قال فإذا كان الرجل السوء، خوز بقى من الحديث عن الرجل الطيب يجي بقى على الصنف الثاني. قال فإذا كان الرجل السوء، قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة يعني تلطيش من بدري، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. والله العظيم ده هذا كافي لو لم تعذب، ده هي لو لم تعذب لكان هذا الكلام كافيا في تنغيص كل لحظة تمر عليه. قال فيقال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، يعني العذاب إيه؟ أزواج. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ هتبدأ توصل إلى السماء، وكل سماء هتسأل نفس السؤال الذي كان للنفس الطيبة. فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح أو لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء حتى تصير إلى القبر. أما بقى من أول المسائل وهو هول القبر وفظاعته، مسألة إن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وإن لم يكن الحديث صحيحا لكن المعنى صحيح. لكن بقى أهوال القبر وفظاعة القبر جاءت بها النصوص النبوية، هنذكر دي وبعد كده نتكلم على النصوص اللي بتثبت القبر عذاب ونعيم. روى هانئ مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان رضي الله عنه وارضاه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي. وتبكي من هذا يعني لما تيجي الكلام عن الجنة والنار مفيش بكاء، لكن القبر بالذات مؤثر فيك، لأن أيهما أعظم، الجنة والنار ولا القبر؟ لا، اللي أعظم الجنة والنار، لأن ده المصير النهائي. والعذاب الكبير فين؟ في الآخرة في جهنم. لكن إيه اللي مخليه متأثر بالقبر؟ الباب، أول ما يتفتح الباب ويخش لا رجعة، يكمل رحلته بقى. والرحلة دي موكولة إلى حياتك في الدنيا، الحياة اللي انت عايشها هنا. إذا فتح باب القبر لإنسان وقد خرجت روحه وفاضت لا رجعة له إلى الحياة. ولذلك كنا بنقول إن إحنا في محطات بنمر بيها. الأولى محطة الموت، بيسموها العلماء محطات السعادة أو الشقاء. الموت أول محطة.
المحطة دي في ميعاد فيها، في احنا بيننا وبينها ميعاد، مش كده ولا لا؟ ما هو موعدنا مع الموت في هذه المحطة؟ الموت محطة انقطاع الأعمال. إذا مات ابن آدم خلص، إلا أن يكون له سبب تركه. زي بيقولوا أنت اشتغل من دلوقتي على نفسك، لأن إذا مات العبد ولم يترك سبيلا لخير مستمر تبقى كارثة. اللي منها نشر العلم، سماع العلم، توصيل العلم. ابذل على قد ما تقدر، فكل من تعلم منك ولو حرفا فإنه في موازينك إلى يوم القيامة. العالم لا يموت، ده مش معناه ما يموتش يعني، لا يموت يعني أثره باقي، يعني إن مات جسده أثره باقي. فانشغل في العلم، اسمع العلم، تعلم العلم، علم العلم. هذه الحسنة الوحيدة التي لا تتوقف. المال ينقطع، مش كده ولا لا؟ لأن بعد ما يموت بيصير غير مملوك للعبد، الورثة بتاخده وتقعد تهيس فيه زي ما عايزة، صح؟ الأكل والشرب بينقطع، الزينة تنقطع، إلا العلم. لا يوجد كالعلم حسنة أثرها باق إلى يوم القيامة. وده اللي كان بيخلي علماء الأمة لا يعطلون مجالس العلم على أي حال، لأن ما فيش أبرك من مجالس العلم. صلى الله أن يرزقنا الإخلاص ويعيننا على الاستمرار فيه. فقال هانئ مولى عثمان بن عفان، قال كان، احنا قلنا الموت محطة ايه؟ انقطاع الأعمال. القبر المحطة دي لقاءنا فيها ايه؟ أول منازل الآخرة. أول ما الواحد يموت راح الآخرة كده، خلاص فتح على نفسه فتوحة، اطلع بقى. أول منازل الآخرة، أول خطوات اللي توديه مفيش رجعة. طب محطة يوم القيامة اللي هي الآخرة، محطة الأهوال والعذاب والعقوبات والحساب. أهوال وحساب، مفيش فيها إلا غير، مفيش في الآخرة إلا إيه؟ أهوال القيامة اللي هتيجي معنا بعد كده، والحساب. لذلك يجب أن يكون الإنسان مستعدا لمثل هذه اللحظات. فقال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد، كأنها دي البشارة أو إيه؟ أو الأخرى والعياذ بالله. الإنسان دي أول الطريق اللي هيعرف منه، زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. فأول ما يخش القبر إذا مر عليه بسلام وهدوء ونعيم، يبقى اللي جاي وراه تابع له. فقال سمعت النبي أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. طب ده معناه إيه؟ لما يكون عارف، يعني دخل لقى إن القبر نسأل الله العافية شديد وفيه ما لا تحمد عقباه، ده معناه إيه؟ معناه انقطاع الأمل في القبر. يعني إذا دخل القبر لقى كده فيه تيئيس وانقطاع للأمل في أي شيء تاني، هو شاف خلاص. فاللي جاي وراه ده بيقول له إذا كان ده صعب اللي بعده إيه؟ أصعب، شديد اللي بعده أشد، وإن كان سهل. فبيقول له تجهز، لأن هو ده العنوان بتاعك اللي هيقول لك أنت بعد كده فين، في خير أو غيره. فمن دلوقتي جهز نفسك للحظة دي اللي هي البداية دي. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، اللي هو شديد وشنيع. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ووالله العظيم هذا الكلام حق، وهذا الكلام صدق. حاول لما تكون داخل جنائز في مقبرة قرب من القبر وبص عليه، أكن بعد نهاية العمر الواحد عاش ومنعم بأي أنواع من النعم، وهو الواحد لابس هيئة حسنة، بياكل بيشرب بينام على سرير بيتغطى بالفرش. يجي بعد ده كله
مصيره يتحط في حفرة قد كده على الأرض غير ممهد ولا ميسر، ويتقفل عليه بشوية طوب، ويكون ده النتيجة النهائية كده، هو ده النهاية. لو لم يكن في الموت والقبر إلا أن الإنسان الأرض التي كان يمشي عليه هو حي مكرم، بعد ما يموت ينفن فين؟ في بطن الأرض الذي كان يمشي عليه. لو جينا نسب العالم لك لا أنا هدفنه تحت الأرض، اكرموه يا جماعة، خلوه حتى فوق، لأن لا يأمن أن تكون الأراضي اللي بنمشي عليها كلها كانت قديما إيه؟ قد قديما مقابر. ودي احنا بنشوف بعينينا مقابر بتهدم، مش كده ولا لا؟ وتسوى بالأرض وتتعامل عليها مباني، يقول لك أصلها بقت مقابر قديمة، وتفتح وتبنى مقابر في أماكن أخرى. ما يأمننا أن كان هنا أو هناك أو في تلك كانت كذلك. هكذا الحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، اللي ربنا بينجيه في القبر اللي بعده أيسر، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم، هيقول إيه؟ لما هو دخل القبر وشاف نعيم، والرسول قال إذا شفت نعيم في القبر اللي بعده إيه؟ أحسن وأيسر وأسهل. فلما يخش القبر ويلاقي القبر نعيم روضة من رياض الجنة، هيقول إيه؟ ربي عجل، ربي عجل بقيام الساعة. إذا كان هو بيقول لك ده حلو وادي انت دقت، امال اللي بعده اللي اعظم منه هيكون ايه؟ لا بقى ان عايزينها تقوم حالا. طب الصنف الثاني، اذا كان القبر اشد فما بعده، اذا كانت دي المقدمه، امال اللي بعده هيكون ايه؟ فيضطر يقول ايه؟ ربي لا تقم الساعه، لا تعجل بقيام الساعه، لان ده كفايه اللي انا فيه. ولذلك الكافر الدنيا عنده مهما كانت سيئه في اعلى مراتب السوء اهون من ان يموت ويلقى الله. وده اللي سيدنا الرسول علمه لنا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليه؟ لأن الدنيا حاجبة عن النعيم. طب الكافر الدنيا حاجبة عن ايه؟ عن الجحيم. يقول لك لا هنا عيش. وده معنى أو يدخل في معنى قول الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس، بس ما يطلعش من هنا، بس هو عارف اللي فيه أي عيشة والسلام. لكن المؤمن ما يرضاش بهنا. لذلك تلاقي المؤمن أحب إليه الأشياء، أحب إليه أن يموت شهيدا. لذلك كان الصحابة لما تيجي الحروب والغزوات يعملوا إيه؟ كله بينافس. مش هي دي، أنا مش قاعد لهنا، أنا عايز اللي هناك اللي هو النعيم الأكبر. لأن هنا الروح محبوسة مسجونة في الجسد. أرواحنا في الدنيا معذبة في أجسادنا، محبوسة عايزة تنطلق. وأقل أنواع النعيم احنا بنشوفه إذا صليت واستمتعت، إذا قرأت وتلذذت، قرأت القرآن وتلذذت، بتحس بإيه؟ ده نعيم بسيط خالص، ما بالك بنعيم الجنة. تصلي تخرج من الصلاة، ده لو صليت صلاة مظبوطة تلاقي الواحد ارتاح يا جماعة. يعني الواحد الحمد لله، الواحد بيكون تعبان، يجي المسجد الدرس يبدأ يفوق واحدة واحدة، ممكن يرجع تاني يوم واقع تاني، مش مشكلة، بس هي هقعد في البيت. يعني هذه من ليلة أمس، ليلة لا تنسى، ليلة لا تنسى ولن أنساها، والحمد لله عز وجل. ليلة لن تنسى ولن أنساها. طيب أنا لو قعدت دلوقتي في البيت أصارع الألم والوجع وهزعج اللي حواليا وهتمر الساعة، يبقى أولى لي أكون في مجلس علم، لعل الله عز وجل يجعل من بركة المجلس إن يعود علي بخير، ولا أفضل قاعد أقوى وصرخ وخلاص. فالحمد لله على كل حال. فنعيم الدنيا في القرب من الله، في التلذذ بطاعة الله عز وجل. أهم شيء تخلص في العمل. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. فقال:
ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب رب لا تقم الساعة. يعني هو معذب بس مش عايز ايه؟ مش عايز اللي أصعب، يعني عذاب أهون من عذاب، مع أنه معذب لكن عذاب أهون من عذاب، صلى الله العافية. ظلمة القبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها كما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. القبر أصله إيه؟ طبيعته مظلم ولا في له مظلم؟ فيش مظلم. فإنارة القبور وإضاءتها تكون بما قدمت من خير، وتزداد ظلمة بما قدمت من شر. فقال: ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت من الليل، ودفنوها وكرهوا إيقاظه فطلب من أصحابه، أي النبي طلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور، هي الشاهد، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل، ده الخير كله، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. دي حتة احنا حرمنا منها، فنسأل الله ألا يحرمنا من لقائه يوم القيامة. قال العلماء: عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. ضمة القبر لا ينجو منها أحد. والملفت للنظر هنا المسألة هتيجي معانا بقى في فتنة القبر، هل يفتن الأطفال في قبورهم كذلك؟ ماذا خاص بالكبار؟ هل يفتن الكافر والمؤمن أم هذا خاص بالمؤمن؟ هذه مسائل سيأتي ذكرها. فالقبر يضم من يوضع فيه، كما قالوا: إذا وضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، عشان تحسب لها حساب. صالحا أو طالحا. في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ الذي تحرك له اهتز له عرش الرحمن، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القبر قد ضمه. قالوا: وهو الذي تحرك لموته العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. في سنن النسائي عن ابن عمر الحديث صار الشيخ الألباني على شرط مسلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما مات سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، رضي الله عنه وارضاه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. هذا الحديث صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. وفي معجم الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه، يعني الضم بعد كده إيه؟ فرج عنه رضي الله عنه وارضاه. وصحح إسناد الحديث الشيخ الألباني. قال العلماء ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان، ما فيش حد هيعدي منها. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، لهم إيه؟ حتى الأطفال. القضية يا جماعة بعد فضل الله ورحمته وكرمه عايزة بالأسباب أعمالك. فده كل رسول أخبرنا به لأنه يحبنا عشان تهيئ نفسك لذلك، لأن زينة الدنيا وزخارف الدنيا عمالة مبهدلانا ومبهدلة الناس كلها، صلى الله العافية. قالوا في معجم الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح، والحديث أيضا في المعجم الأوسط وفي الكامل لابن عدي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، كان بيدفن صبي صغير، لو نجا لنجا هذا الصبي. مين المسألة نذكرها المرة القادمة، أتوقف عند هذا. نتكلم على فتنة القبر وكيف تكون الفتنة. في حديث البراء بن عازب هنجيبه معانا المرة الجاية بطوله، لأن الحديث ده مهم وفيه أمور ملفتة للنظر جدا جدا. اللي هي الملائكة التي تسأل أو تفتن الميت في قبره. الرسول وصفهم ألف وصفهم إيه؟ طب خليها المرة الجاية، لأن الوصف ده لفت نظري جدا. لا 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 اللي هو وصف واحد، لا اللي هيترتب بعد كده حاجة تانية، لكن هم لهم وصف لفت نظري. خليه المرة الجاية في الدرس إن شاء الله حتى نطيب. لو ليه بغاية يعني ايه فتنة؟ انت مش طب ما خليها ان شاء الله. وبس القضية كلها محتاج نعرف يعني ايه فتنة القبر. لازم تعرف يعني ايه فتنة القبر، ليه اتسمت بفتنة. الموضوع مهم جدا، والحديث عن القيامة ومقدماتها أمر من أمور العقيدة اللازم لكل مسلم ومسلمة أن يكون على دراية به، علشان ده اللي هيساعده إنه حتى لو اتهز يراجع نفسه، لو زخارف الدنيا خدته يراجع نفسه، لأنه عارف هو مقبل على إيه. اللي مخلي كتير من الناس إلا من رحم الله وكتير من الشباب بينخرط في أمور لا تليق، وتحس إنه بيبارز ربه بالمعاصي. ما تضيعش الدنيا بسهولة كده، إنه مش عارف هو مقبل على إيه. الدنيا مهما كان أمرها، والله مهما اشتد أمرها، لا تساوي قطرة في مراحل القيامة، لا تساوي قطرة في مراحل القيامة. وده اللي خلنا شرعنا في الحديث عن هذه الدور الأربعة. صلى الله أن يعيننا ونستكملها على خير، لعلها تكون فائدة لنا ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.